السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المفسرة أسماء أحمد من قناة الحلم الذهبي. غيرنا الاسم عشان يبقى سهل عليكم. أخباركم إيه؟ وحشتوني. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا حلم وهنفسره. شاب أعزب انتهى من دراسته، حلم إنه في امتحان ومش عارف يحل. هنفسر ونقول إن الشاب عنده تقصير في العبادات وعنده مشاكل وتأخير أمنيات. طب ليه يا أسماء؟ هقول لكم إن الامتحان في تفسير الأحلام معناه العبادة والقرب من ربنا. يعني أنت لو حليت كويس في الامتحان أو وصلت في ميعادك في الامتحان، معناها إن أنت قريب من ربنا وبتحاول تغير من حياتك وبتحسن في حياتك للأفضل. طب ما حلتش في الامتحان أو حليت غلط أو ما وصلتش الامتحان في ميعادك، يبقى أنت عندك تأخير أمنيات وعندك متاعب ومشاكل، وللأسف في تقصير في العبادات. كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء.